حد قبل كده قال لكم ان القرفه ليها علاقه كبيره بان هي بتنزل ضغط الدم؟ اكيد لا. دايما ضغط الدم لما بيتذكر معاه الكركدي، لكن القرفه يا جماعه ليها دور سحر في ان هي تنزل ضغط الدم. بس كده لا، القرفه تعتبر بين كيلر، مسكن قوي جدا، عشان كده معظم السيدات بيستخدموها اثناء الدوره الشهريه. وهي كمان مضاد للالتهاب، وهي كمان عندها دور رهيب جدا في تحسين عمليه الهضم، وكمان هي بتقلل القلق والتوتر. ولو حد عنده تورم في الرجلين او كده، فهي بتحسن التورم وتنزل الميه او الانتفاخ الزياده اللي موجود. وهي كمان ليها دور قوي جدا في القضاء على الانفلاميشنز بتاعه اليو تي اي او اليو تي اي انفكشنز عامه، او اي التهاب او مشاكل في المجرى البولي. وهي كمان بتبقى يعني سحر وفظيعه جدا، وفظيعه جدا في ان هي تنزل الوزن بطريقه كويسه جدا لو انا بداوم عليها على طول وبشربها دايما. فيا جماعه بدل ما نروح نجري على المسكنات الموجوده في الصيدليه، اشرب شويه شاي بالقرفه، اشرب شاي بلبن بالقرفه، هتهدي جدا اي الم عندك، وهتقلل السوالنج او الانتفاخ اللي موجود، بدل ما احنا عمالين نبلبع في ادويه.